انخفاض أسعار الدجاج الحي بداية من 1 نوفمبر، وعودة عمل الفوسفات في الخط الحديدي رقم 16 الرابط بين الرديف والمتلوي سيعود بالنفع على الاقتصاد التونسي. إليكم التفاصيل. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج لبيع الدجاج الحي ب5 دنانير و300 مليم للكيلوغرام بداية من يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، وذلك في إطار مقاومة الزيادات المشتة في الأسعار ولمزيد دعم القدرة الشرائية للمواطن التونسي. ودعت الوزارة كافة المتدخلين في التزويد بهذه المنتوجات إلى تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية منها، واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة. كما ذكرت الوزارة أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري العمل بها. وإليكم هذا الخبر الجميل والبشرى التي ستعود بالنفع على الاقتصاد التونسي. بعد توقف تواصل لأكثر من 7 سنوات، تم استئناف نشاط الخط الحديدي رقم 16 الرابط بين الرديف والمتلوي. انطلق القطار محملا بحوالي 800 طن من الفوسفات من محطة الأرتال بالمتلوي في اتجاه المجمع الكيميائي التونسي بجابس. خروج القطار يمثل خطوة أولى نحو استئناف تصدير الفوسفات من الرديف إن شاء الله.